ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا شفت فيلم نمبر 1. انا شفت فيلم اسد وجاي اتكلم عليه النهارده. طبعا التاخير ومش عارف ايه، الواحد مضغوط، الواحد تعبان غصب عنه. فاتمنى تشوف الفيديو ده لاخره، اتمنى تعملوا لايك، اتمنى تعملوا سبسكرايب، اتمنى اوصل 1000 سبسكرايب. والنهارده جاي اتكلم عن فيلم اسد. فيلم اسد بطوله محمد رمضان. اتمنى النكته دي تتفهم. الفيلم اسد بطوله محمد رمضان، ماجد الكدواني، علي قاسم، رزان جمال، احمد داش، وكامل الباشا، وغيرهم كتير. في ناس كتير جدا موجودين في الفيلم. الفيلم مليان ممثلين جامدين، والفيلم حلو. ومش بس الفيلم حلو، انا عايز كمان احكي عن تجربه السينما في الفيلم دوت بالذات، بس هحكيها في اخر الفيديو خالص، فاقعدوا للاخر عشان تعرفوا تجربه السينما اللي انا حضرتها. كانت فريده من نوعها وهحكي عنها كتير. بس تعالوا نتكلم عن الفيلم. هل الفيلم عشان هو حلو يبقى هو مفيهوش عيوب؟ في عيوب، بس خلينا نتكلم في الايجابيات الاول. الايجابيات: الفيلم تصويره رهيب، تصويره حلو جدا. اخراج محمد دياب عمل اللي عليه وزياده شويتين من ناحيه التصوير ومن ناحيه الاضاءه. حتى الموسيقى التصويريه جميله حلوه، هتستمتع بيها وهتطلع فاكرها وهتطلع معلمه معاك، هتطلع عايز تسمعها لوحدها. بجد الموسيقى التصويريه حلوه جدا. والميزه التانية هي قصه الفيلم. قصه الفيلم اللي هي قصه بسيطه جدا، قصه الفيلم اللي بتحكي عن زمن العبوديه في مصر، والعبد اللي جاي من ادغال افريقيا او حته افريقيه، واتاخد وهو صغير وحب البنت اللي شغاله عندها او اللي ابوها، يعني هو اللي هو اللي لممهم. يعني هو شغال عند ابوها من وهو صغير وحبها وهي حبته. وقصه الفيلم بتدور على قصه الحب دي. والميزه كمان ان الفيلم مش بيطول قوي في القصه دي. الفيلم طويل نسبيا، حوالي 2.5 ساعة، فبيجي في لحظه معينه بيشفت القصه وبيشفت الحدوته بتاعتنا وبيدينا اتجاه مختلف للقصه تماما. ودي حاجه حلوه قوي، حاجه خلت الفيلم ريفريش، حاجه خلت الفيلم يخليك تتفرج عليه بحماس اكتر. خلاص هو عنده جانب معين خلصه وانتهى، وبصينا للجانب الجديد بتاع الفيلم. وانا هنا مش بحرق تماما، لكن دي من مميزات الفيلم. الفيلم سايبك على طول مشدود، مخليك على طول عايز تتابع تشوف ايه اللي هيحصل، مش ماسك قصه واحده على مدار 2.5 ساعة عمال يمط فيها. ده ما حصلش، ودي من الايجابيات. في حاجه كمان يا جماعه نسيت اتكلم فيها، حاجه مهمه جدا في الفيلم. الفيلم دموي بشكل انت عمرك ما هتكون شفته في السينما المصريه. بجد دموي جدا، في مشاهد يعني اللي هو قدام وشك، يعني حتى مش بتستخبى، لا تقطيع رقاب، مش عارف دم نازل منين، مش عارف كل حاجه. في مشاهد يعني صعبه، في مشاهد صعبه مش لكل الناس تماما طبعا، يعني اكيد بلس 18 فيما فوق بسبب المشاهد الدمويه الكتير. طبعا في قتالات لذيذه جدا معموله بشكل حلو، تقطيعات كتير شويه، يعني عملت الهدف اللي هي عايزاه. وعلى ما اعتقد محمد رمضان عمل كتير من الحاجات دي بنفسه، يعني بهدل نفسه شويه، وده كان واضح في اكتر من مره. حاجات بيتضرب فيها وبتاع، كان باين ان ده محمد رمضان، ما كانش ستانت او كده. دي برضه من الحاجات الحلوه جدا اللي انا شفتها في الفيلم. من ايجابيات الفيلم لازم كنت اتكلم عليها في الايجابيات: العنف الشديد اللي انا مستغربه في السينما المصريه، اللي قعدت وخد عيني. يعني قعدت كده وانا بتفرج، لا شدني وخلاني اشوف ايه ده اللي بيحصل، ده حاجه جديده. وكمان محمد رمضان بيحصل له حاجه كده في نص الفيلم برضه كانت معموله بطريقه صعبه، يعني واضحة جدا. وعجبني الفيلم بصراحة، عجبني الدموية اللي فيه. كل الحاجات دي كانت حلوة جدا. دي كان موضوع حاجة مهمة كنت نسيتها ورجعت صورت مخصوص عشان اتكلم عليها: الدموية الشديدة اللي انت عمرك ما هتشوفها في فيلم مصري. ما اعتقدش ان في فيلم كان فيه الدموية دي، حتى لو افلام حروب او افلام اكشن او ايا كان، ما كانش فيه المنظر ده. المناظر دي جديدة علينا خالص، ودي حاجه كويسه. يعني شايف ان دي حاجه ايجابيه. وعلى ما اعتقد محمد دياب جابها معاه من مون نايت وهو جاي، يعني هو راجع من مون نايت كان شايل في جيبه كده كام حاجه يطلعهم لنا في الافلام بتاعتنا. وعلى ما اعتقد دي حاجه ضافت، دي مش حاجه وحشه. مع ان ما بحبش الافلام الامريكيه لما احنا نيجي نعملها عندنا في مصر، بس ده فيلم مش كده يعني. في شبه اكيد طبعا، يعني التصوير بصراحه مش متأمرك يا جماعه. في كام مشهد بس صغيرين اللي تحس فيهم ريفننت، زي ريفننت قوي، بس مش كتير. يعني باقي التصوير لا، تصوير بتاعنا اللي احنا عارفينه، الحاجات الكلاسيك بتاعتنا الكويسه، الافلام المصري اللي احنا حبيناها. اما في ذا ريفننت، يعني اكتر فيلم حسيت بيه مقارنه هو فيلم ذا ريفننت
بصراحه. طبعا ذا ريفننت عشان وان تيك وكده قصه تانية، وكان في برضو حاجه من العيوب كويس ان انا رجعت اتكلم في الفيديو دوت، هحطه كده في النص احاول الاقي له مكان. كان في اكتر من مره مشاهد حواريه بحس اللي هو كان عايز ياخدها وان تيك، فالكاميرا كانت بتتحرك بشكل عشوائي شويه، بحس اللي هو مش عايز يقطع، مش عايز يبقى كاميرا عاديه اللي هو امورس هنا امورس هنا ميديوم 2 هنا وخلاص وخلص الحوار بتاعك. هو كان عايز ياخد الحوار مره واحده، فالكاميرا كانت رايحه جايه. الموضوع دوت جاب لي صداع شويه بصراحه، يعني اللي هو بقيت قاعد الكاميرا تعمل كده وتروح عند دوت زوم وترجع وتروح عند ده وتعمل مش عارف ايه، يعني متكلفه شويه زياده عن اللزوم، ما كانش محتاجه كل ده، وخصوصا ان الحوار مش مهم قوي لدرجه ان احنا نشوف بقى التمثيل التنس ومش عارف، كان حوار عادي يعني في نص الفيلم كده، ما كانش مستاهل قوي طريقه التحريك دي. فدي برضو من الحاجات السلبيه اللي انا شفتها في الفيلم. وبس يعني كل اللي عندي في الفيلم كله. وكملوا الفيديو بقى في الايه، في الحاجات اللي عشان بس ممكن اكون قطعت في حته مش هيبقى فلو مع بقيه الفيديو، فاتمنى اكون تمام. بس شكرا سلام. والاجابه التانية التمثيل، ولازم احط يعني ايه قوسين كده على التمثيل دي، مش كلهم كانوا حلوين. وعندي هي دي السلبيه الكبيره في الفيلم اللي انا حسيتها قوي، وعايز اتكلم معاكم فيها عشان لو انتوا شفتوا الفيلم هل انتوا حسيتوا اللي انا حسيته ولا دي مشكلتي انا بس. فانا بقى هنا مش عارف، يعني حاسس ان هي ممكن ما تكونش سلبيه لو الناس كلها ما حسيتش اللي انا حسيته ده، فهنا ساعتها مش هتبقى سلبيه ويبقى الفيلم فعلا حلو ويستاهل مثلا 10 من 10 مثلا يعني. بس هي سلبيه وسلبيه كبيره بالنسبه لنا، اللي هي طريقه الكلام. حسيت الفيلم كانه امريكاني ومتدبلج، حسيت ان في حاجه غلط، خصوصا رزان جمال. طبعا هي مش مصريه ومعظم اللي في الفيلم اصلا مش مصريين ما عدا طبعا محمد رمضان، هو الوحيد المصري اللي بيتكلم مصري حلو. بس يا جماعه في حاجه غريبه جدا، يعني طريقه الكلام فيها بوزات عجيبه، كلام مقطوم، مش كلام مسترسل، مش كلام فلو، مفيش فلو في الكلام. الحوار تحسه مكتوب وهم بيسمعوه مش بيقولوه. في فرق كبير جدا بين ان انت تكون حافظ الحاجه وبتقولها كانك طالعه من دماغك، وان انت حافظها وبس جاي ترمي الكلمتين وتبخهم على الشاشه وخلاص. هنا خلى التمثيل استاتيك قوي، تحس ان هم روبوت، التمثيل ما كانش فيه روح. في الاخر الموضوع دوت بيقل شويه والتمثيل فعلا بيعلى. رزان جمال عملت مشاهد جميله جدا، ومحمد رمضان ادى بجد الدور كله، اصلا الدور بتاع محمد رمضان كله دور حلو. وقصه الفيلم هي بسيطه جدا، مش محتاجه يعني انت لو شفت عنترة بن شداد او شفت قصة ليلى او شفت اي حاجه لها علاقه او مثلا روميو وجولييت خلاص انت عرفت القصه، فانا مش بحرق، هي القصه واضحه، القصه فوق قدام وشك. الميزه اللي قلتها ان هم بيشفتوا القصه شويه من بعد النص التاني، ودي حاجه حلوه وعملت ريفريش للقصه مش اكتر ولا اقل. اما هي قصه عاديه خالص، قصه اتحكت كتير وطبعا خياليه بنسبه مليون في الميه. العبوديه في مصر ما انتهتش بس بالشكل دوت ولا كان في اي حاجه من الحاجات ديت. هو جاب الموضوع دوت عشان خاطر يحكي القصه بتاعته اللي هو عايز يحكيها، ودي حاجه ما فيهاش اي مشكله. وهل الفيلم فيها اي علاقه بين الافروسنتريك بقى والكلام ده؟ لا هري، كل الكلام ده هري. هم كانوا طالعين ناس بعبوديه ومش عارف ايه، اصلا الخديوي ما كانش مصري والست رزان جمال هي طالعه اصلا مش مصريه، طالعه شاميه وامها مش شام ابوها اللي مصري. يعني خلاص احنا بلد عملت كده مع شعوب العالم كله، تراكوة بقى على فرنسيين على ايطاليان على ناس جايه من شعوب عربيه تانية. خلاص يعني ما اعتقدش ان في واحد مصري هيبقى مستخلصه مصر غير مثلا ممكن الناس اللي في الصعيد قوي او الناس بتوع اسوان او الناس مثلا، او حتى عندنا هنا في اكيد مليون في المية. في انا والدتي مثلا مصريه 100% وده شيء انا متاكد منه، والدي لا، فعادي هي بتحصل. مفيش افرو سنتريك ومفيش الكلام العبيط دوت، ما حسيتش بيه بصراحه. فدي السلبيه، دي السلبيه الكبيره اللي انا حسيتها. الكلام طريقه الكلام استاتيكي قوي، غريب مترجم، يعني هو كتب بالانجليزي وبعد كده ترجمناها عربي، في حاجه غلط حسيتها. انا مش عارف انت حسيت بيها ولا لا. حاجه تانية غلط ما عجبتنيش قوي بصراحه، ان في حاجه فرشين لها من اول الفيلم تقريبا، فرشين حاجه وعمالين مستنيين اللحظه اللي هتتكشف فيها وما كشفتش بالطريقه اللي احنا عايزينها. يعني في نص الفيلم انت عرفت القصه خلاص، عرفت الحاجه اللي هم عمالين يتكلموا عليها دي، بس مستني بقى الوقعه، مستني بقى ان ايه، هجيبها لك كده من المستخبي، مستني وشه يبان. وانت فهمني، وانت لو شفت الفيلم هتفهم انا قصدي ايه. ما بانش وشه، ما بانش، ودي حاجه ما عجبتنيش بصراحه.
مش عارف ليه. المفروض كانوا يعني ياخدوا بالهم من النقطة دي. حاجة في الفيلم انت قاعد مستنيها وعمالة تتبني وكل شوية يتكلموا عليها وفي الآخر ما حصلش حاجة. دي برضو من ضمن السلبيات اللي في الفيلم. غير كده فيلم حلو ممتع، موسيقته حلوة جدا، تصويره حلو جدا. وكنت خايف جدا من التصوير اللي هو يبقى تصوير أمريكاني بزيادة، لأ، الفيلم فعلا فيه طابع مصري حلو عجبني. وصل لي محمد دياب تجربة مون نايت ما أثرتش فيه التأثير الكبير اللي أنا كنت متخيله على طريقة الفيجن بتاعته والتصوير بتاعه بصراحة. فدي برضو من الإيجابيات. بس ده تقريبا كل اللي عندي عن الفيلم. دلوقتي هتكلم عن تجربة السينما. أنا شفت الفيلم ده يا جماعة في سينما الشعب اللي هي قصر الثقافة عندنا هنا في طنطا. فرحت ب40 جنيه تجربة سينما الشعب. كان لازم اصورها بصراحة عشان هي مبهرة قبل ما الفيلم يبدأ. اولا الكراسي تحفة تحفة بصراحة، مريح جدا. ممكن من اريح الكراسي اللي قعدت عليها في سينمات، يعني اقسم بالله مش بتريق. غير كده انا عايز اصور قبل ما الفيلم يبدأ عشان خاطر مش عايز اصور في الفيلم يعني نفسه. المكان يا جماعة يعني هي مسرح، هو خشبة مسرح تمام، واكيد في كالوس يمين وشمال وبتاع. لكن الشاشة كبيرة جدا تمام. السماعات هناك اهي. السينما كلها ليا النهاردة. الراجل بصراحة فوق الاحترام بشويتين 3 4 يعني. راجل يعني كتر ألف خيره بصراحة. وفي بلكون و و الآن متعة رهيبة. وكام بكام بقى؟ بص كام، ب40 جنيه. ولا هي راحت فين؟ اهي ب40 جنيه. هي متشقلبة بس هظبطها في المونتاج. يعني انا مبسوط بصراحه من قبل الفيلم يبدا. والله انا متكيف يعني. كانت تجربه كده لازم اوثقها. بس كده نبدا بقى الفيلم ان شاء الله على خير. كنت واخد السينما كلها لوحدي. السينما نظيفه جدا، انا مكنتش متخيل كده. انا كنت رايح قلت بقى ايه، ايوه بقى سينما وسعرها رخيص وكده، فانت هتقعد بقى سواء كراسي متكسره او الدنيا متبهدله او في حاجات على الارض او الصوت مش حلو او الصوره مش حلوه او ايا كان. لا، الكلام ده كله مش حقيقي. كراسي رهيبه، الصوت جميل جدا. يعني بال40 جنيه انت بدافعهم انت واخد صوت 100%. انت اكيد طبعا في السينمات التانية احلى، بس شوف انت دافع ايه وانت خدت قصاده ايه. خلاص يعني انت 10/10. مفيش كلام تقدر تقول. صوت حلو، صورة كويسة جدا، صورة كويسة جدا، شاشة كبيرة. انت قاعد في متحف حرفيا. انا هحط لكم فيديوهات من انا خدتها المكان. انت قاعد في مسرح والمنظر جميل وقعدة حلوة والشاشة حلوة والناس محترمة بشكل رهيب. داخلين بيتكلموك كويس واقعد براحتك يعني مفيش بعد كده بصراحة. دي كانت تجربة سينمائية مختلفة عليا. انا عمري ما رحت السينما دي بصراحة، وشكلي كده هروحها بعد كده في الافلام المصري عموما. مش عشان خاطر التذكرة رخيصة، عشان خاطر فعلا الناس كويسة، الناس حلوة، والحاجة اللي انت بتشوفها انت فعلا انت قاعد مبسوط. انت قاعد كرسي نضيف، الدنيا كويسة، مريح، الشاشة كويسة، الصوت كويس. انت مش بتحتاج اي حاجة تانية ازيد من كده عشان تشوف الفيلم. الا بقى مثلا لو افلام اجنبي كده كده مش هتتعرض هناك. الافلام الاجنبي بتبقى في المولات وكده، فدي قصة تانية خالص. العربي بنسبة كبيرة هيبقى في سينما الشعب. ودي تجربتي السينمائية، وحط لكم شوية فيديوهات وبتاع. وده كلام عن الفيلم، عيوبه والحاجات الحلوة وكل الكلام ده. حاجة أخيرة، علي قاسم عمل دور شرير حلو بصراحة، عجبني. آه كان في مشكلة الروبوت دي، الكلام الروبوت ده، لا بس بعد كده انطلق وعاش. وشرير تخاف منه، يعني شرير تعمل له حساب بجد. عجبني جدا. احمد داش كان كويس. وماجد الكدواني ما ظهرش كتير بصراحة، كان ضيف شرف اكتر من اي حاجة تانية، وحتى ما حاولش يأدي قوي، فمش هقدر اتكلم عليه قوي. يعني كان كويس برضو، يعني يعدي الحال. وكامل الباشا عمل دور حلو جدا برضو بصراحة. كلهم كانوا كويسين. زي ما انا قلت، السلبيه الوحيده حته الكلام الغريب، طريقه الكلام الغريبه ديت اللي ما حسيتهاش فلو. وبس كده، ده كل اللي عندي. الفيلم ده هديله 8.5/10 مستريح. فيلم حلو يستاهل يتشاف. ادخلوا سينما واتبسطوا. سلام.